ميك اب، انا عم بشتغل كميك اب ارتست. فطور المشروع لكافيه نسائي. حبيت اني اعمل بصراحة بصمة بالمجتمع، يمكن هي بصمة صغيرة بس فعالة. يعني حبيت اعمل يعني مكان، او خلينا نحكي انه مساحة آمنة لكل سيدة، لكل مدام، لكل صبية، انه تجي ترفه عن حالها شوي، تشرب فنجان قهوة بعيدا عن الضغوطات او الظروف اللي عم تصير معها برا. بحكم انه شوي الحياة مؤخرا صارت صعبة، فكنا بحاجة لمكان نرتاح فيه. حبيت اعمل بيوتي بار. بيوتي بار هو بما معناه خلينا نحكي حانة الجمال او بار الجمال. فللأسف شوي بمجتمعنا عانيت أنا من هذا الموضوع، إنه هن رابطين كلمة بار بالكحول، لكن لا، الموضوع ما إنه هيك أبدا. هي البار هو بس المكان اللي يعني بينصنع عليه أي نوع من المشاريب، سواء كانت كحولية أو غير كحولية. لكن أنا مرتبط عندي يعني بيوتي بار بحانة الجمال، والبيوتي دائما مرتبط بالنساء وبالسيدات لهيك. هلا أنا حابة إنه أكون يمكن مصدر إلهام لأي صبية عندها مشروع، خايفة سواء من المجتمع أو الفكرة تكون جديدة، أو فتطور هذا المشروع اللي ببالها وتشتغل على حالها. أهم شيء يكون عندها إيمان إنه هي رح تنجح، وأكيد رح تنجح.